السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا دلوقتي في الجزء الاخير من يونت 7. الحمد لله انا مبسوط جدا ان احنا قدرنا نشرح ده كله، ان قدرت اشرح ده كله الحمد لله، وان شاء الله يبقى مفيد لولادنا يعني. طيب، وحاجة تبقى موجودة يعني نراجعها في اي وقت والسنوات اللي بعد كده كمان ان شاء الله. طيب، هنا بقى تيست اون يونت 7، اختبار على الوحدة السابعة. Listen and write true or false، يعني استمع واكتب true or false، صح أم خطأ. في عندي نص استماع في الآخر نستمعه في نهاية الكتاب. أهو، هنقول بقى مع بعض نص الاستماع. In ancient Egypt، طبعا ده مش هنبقى في الامتحان، مش هنسمعه بس مش هنشوفه، بس احنا دلوقتي بنقراه. In ancient Egypt، في مصر القديمة، many people made their homes near the Nile. الكثير من الناس كانوا يقومون ببناء بيوتهم بالقرب من نهر النيل. They used its water for drinking, cooking and washing. يعني هنخبي بقى نص الاستماع. وكانوا يستخدمون الماء في الشرب، والكوكينج الطهي، and washing والغسيل. They also used mud from the river to make bricks for their homes. كانوا أيضا يستخدمون الطين من النهر لصناعة أو لعمل الطوب من أجل بيوتهم، عشان بيوتهم. There were the mud bricks made very strong walls. يعني الطوب اللبن كان يصنع بيوتا قوية. Ancient Egyptians built the walls of every house with mud bricks. كان قدماء المصريين يبنون جدران كل البيوت من الطوب اللبن. تمام، يبقى هنا ندخل بقى، هنا نرجع للصفحة تاني ونحل. In ancient Egypt, many people made their homes near the Nile. True or false؟ في مصر القديمة الكثير من الناس كانوا يصنعون منازلهم بالقرب من النيل. صح ولا خطأ؟ صح. True. معمولة لنا. True. لا معلش، ده True. طيب. People used the Nile water for drinking only. كان الناس يستخدمون ماء النيل للشرب فقط. طبعا خطأ، كانوا للشرب وللغسيل والطهي. They used mud to make bricks. كانوا يستخدمون الطين لعمل الطوب. نعم. Ancient Egyptians built walls with paper. كان قدماء المصريين يصنعون الجدران بالورق. هذا خطأ، كانوا يصنعونه بالطوب اللبن. طب نرجع بقى تاني لبيج. طيب، نص الاستماع اللي بعد كده. The furniture in ancient Egypt. The furniture in ancient Egyptian homes was very different from today. كان الأثاث في بيوت مصر القديمة مختلفا تماما عن اليوم. There were reed mats to sit on and sleep on.
There were reed mats. كانت هناك سجاجيد من الخيزران أو من الحصير للجلوس to sit and sleep on للجلوس عليها والنوم عليها. They used papyrus to cover the windows and doors. كانوا يستخدمون ورق البردي لتغطية النوافذ الشبابيك and doors والأبواب. In every home في كل بيت there were large pots. كانت هناك أواني كبيرة and baskets for storing crops. وكذلك كانت هناك صناديق لتخزين المحاصيل. يبقى هنا ادي كده نص الاستماع. دلوقتي بقى نجاوب. Listen and complete. The furniture in ancient Egyptian homes was very from today different. ناخد بالنا من كلمة different دي بقى نحفظها. D-I-F-F-E-R-E-N-T. تمام. There were reed to sit and sleep on. There were reed mats. كانت هناك سجاديد من الحصير للجلوس عليها والنوم عليها. They used to cover the windows. كانوا يستخدمون البابيروس ورق البردي. In every home there were baskets for storing crops لتخزين المحاصيل. ندخل احنا دلوقتي في بيج على فكرة 55. هندخل في السؤال اللي بعد كده. We have 3. يبقى دي نحن عندنا 3 armchair. لا، لأن armchair لازم يبقى 3 جمع، الكلمة اللي بعديها جمع. move to لا، لا، bedrooms اهي جمع. We have 3 bedrooms in our house. عندنا 3 غرف للنوم في بيتنا أو في منزلنا. Do you live in بدأ بدو يبقى سؤال، ما فيش سؤال غير ده، يبقى هي دي بس. هنقرأ الجملة ونفهمها. Do you live in a house or an apartment? هل تعيش في منزل أو شقة؟ في بيت أو شقة؟ بسم الله. تمام. Number 3. My parents had to يعني والداي كان يجب عليهم. had to يبقى لازم to بعديها هيجي فعل. فهاد to armchair لا، لأن ده noun. had to move مش هينفع had to are لأن بعد to بيجي infinitive. had to doesn't برضو لا، لازم يجي فعل في الانفينيتيف في المصدر. يبقى my parents had to move to a new house. كان على والداي أن ينتقلا إلى بيت جديد. There is a closet and an are ولا and doesn't and an armchair. An armchair. There is a closet and an armchair in my bedroom. هناك دولاب و armchair وكرسي ذو ذراعين في غرفتي. On the walls على الجدران there are مش هزي there doesn't there are 2 posters. هناك ملصقان. تمام. ندخل بقى في بعد كده قطعة وعليها أسئلة نخليها برضو في المرة الفيديو اللي جاي. وشكرا على المتابعة. ده يبقى في الامتحان ده على جزئين عشان بحاول أعمل الفيديوهات قصيرة.